السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير خوتي، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ونتمنى احوالكم تكون طيبه. خوتي خواتاتي، بارطاجيت معكم واحد البسيطلات، كيجيو واحد الحشوه ديال البسيطلات كتجي جد رائعه. وما تنساوش تدعموني وتبارطاجيو هذا الفيديو في الفيسبوك وواتساب مع الحباب والصحاب والعائله، فضلا منكم ليس امرا، الله يجازيكم بخير. الطريقه ديال البسطيله ساهله وبسيطه، وحتى شي واحد ما تخلعو ما يخاف منها، راه ساهله. درت من الحلوه ودرت المالحه. وخليكم معايا وخليكم مع المقادير والطريقه، في الصراحه جات رائعه. وغير المهم الفيديوهات الاخرين كنت صورت وتمسحوا لي الاخر ديال التصوير ديال ملي وجدات، وبقاو لي غير تصاور، راني حطيتهم لكم في المقدمه كيفاش جا الشكل ديالها. درت وحده كبيره ودرت هذوك الصغيورين حلوين. وحده بصراحه درت المقادير انايا، درت قسمت المقادير، دوبلت البيض، دوبلت الدجاج. المهم هادشي حطيته معكم غير في المقدمه. درت 3 دجاجات ودرت 16 بيضه، ودرت كيلو ونص تاع اللوز. صاوبوا ليا تقريبا 2 بسطيلات كبار، وصاوبوا ليا البساطل الصغار تقريبا شي 10 البساطل صغار حلوين. وعاد درت وحدين ديال الكفته، يعني كل بسطيله هزات نص كيلو ديال اللوز، وهذوك الصغار تهزوا نص كيلو بيناتهم. وهذوك الحلوين خلاص راني صايبتهم بالكفته والشعريه الصينيه. وهذا المهم خليكم معايا وتشوفوا المقادير. هنايا ضفت عندي تقريبا كيلو ديال البصله، قطعته مشلط صغير، وغادي نرمي معاه الدجاج، نخليهم غادي يتشحروا مزيان. وملي غادي يتشحروا غادي نرجع لكم وغيطيب الدجاج ديالنا. دابا انا درت غير الدجاجه هنا وريت معكم، حيت الدجاجات الاخرين نصبتهم في الكاميله الاخرى. وهنايا جيت اخوتي صابت معكم الفلفله، ما بقيتش هاد الفلفله ديال البسطيله اللي هذه المالحه يعني ديال الكفته، ما بغيتش نبقى عاد ندير. قلت لها من الاحسن رانا ندير زعما نطحن هاد الفلفله صافي. طحنت هذيك الفلفله وجيت لهنا درت القوام اللي تشحرت ليا البصله واللحم. جيت درت هاد المكعبات ديال داما والخرقوم البزار سكينجبير، ضمط ديال الزعفران، درت شويه ديال الزعفران، شويه زيت العود، الملحه، ديك الحامض يابس راكم شفتوا، عويدات ديال القرفه. وهذا الشيء اللي كاين. وهنا وجدت هاد الفلفله ها هي طحنتها الحمراء في الهاشوار باش ما تعطرش. وهنا درت واحد المقله عندي كبيره كندير فيها، دايره بحال شكل القريه، كنصاوب فيها الكفته مع البصله ملي كيبغوها الدراري هكا الخبز. هذيك هي فاش شحرت هاد البصله، وغنضيف عليها الكفته، وغنضيف عليها بقيه المقادير. والعطريه راه بالنسبه للمالحه راه كيكون فيها البزار سكينجبير الخرقوم، ما تنديروش غير القرفه، حيت هذه كتكون مالحه. واللي بغى يدير الحار فيها يدير واحد شويه، واللي ما بغاش ما يديروش. بالنسبه الحلوه راه فيها سميتو القرفه، فيها ديك سميتو فيها داك هذا السمن، يعني كاين الفرق ديال السمن وديال هذا. وبحال هكا كنضيفهم ملي تشحرتنا البصله. ضفنا هاد الفلفله مهروشه، ولكن الفلفله ملي تهرشوها ديروها في شي شبكه وخليوها تسقطر الماء، تسقطر داك الماء اللي غيكون فيها. وهنا درت البزار الخرقوم سكينجبير وخليتها كتشحر. ما شاء الله كيفاش جا اللون ديالها، جا خطير. سمحوا لي اخوتي على البنات على التصوير، راه ما عندي السيبوره كتصور ليا غير البنت، وبعض المرات كنصور غير بيد وحده. داكشي علاش الكاميرا كتحرك شويه، ولكن مي الطريقه راها باينه ومفهومه ومعروفه، يعني ما غادي زعما كاين كلشي باين الحمد لله. صافي كنخليو هذا الشيء كيتشحر ديالنا هنا. ومن بعد مشيت صاوبت الشعريه الصينيه وقطعتها بالمقص، وغنخليها حتى هاد المقادير ديالنا يطيبوا ديال الكفته على حساب الشعريه المالحه، وعلى حساب عفوا بسطيله المالحه. وعاد غادي نضيف الشعريه، ضفت عليها ربعه ديال اللوز ديال يا ربي عفوا ربعه ديال الزيتون مقطع، ها هو. وغادي نحركها. وقطعت هذيك الشعريه الصينيه باش نعمروا بهذيك البسيطلات، كيجيو زوينين. اللي بغى يدير ما بغاش يدير الشعريه الصينيه ما يديرهاش. هنا المرقه ديال الدجاج طاب، حيدنا الدجاج زوناه، نقينا دوك العظيمات اللي تنصلوا وداك الشيء كامل،
ودرت هنايا 16 بيضه وحركتهم دابا بالزربه مع لاصوص بارد، وعاد غادي نضفتهم في فوق البوطه كيتشحروا. وهنا جينا خوتي ملي تشحر لينا داك البيض خليناه كيتشحر حتى نشف. راه قلت لكم بعض اللقطات ضاعوا ليا، سمحوا لي بزاف، تنعاودها معكم مره اخرى. بقيت كناقصه البوطه ومخليه داك كطيب شويه بشويه حتى نشف البيض نهائيا. وملي نشف ليا البيض كبيت هذيك البيض اللي تجمع مع لاصوص درتو في واحد الشبيكه وخليته، الا كانت شي حاجه غادي تقطر. وهذاك الماء اللي تقطر ما كنلوحوهش، نكبوه على الدجاج باش كيجينا الدجاج رطب في البسطيله. الا بقات شي بليله ولا شي حاجه كنهزوها في الزلافه وكنمشيو نرشوا بها داك الدجاج اللي شنتفنا باش كيفزق، وكتجي بسطيله جد رائعه. وبالنسبه للطويان اخوتي راه بدون تعقيدات، ما فيه شي حاجه صعيبه، راه على هذا الشكل بحال هكا. انا درت هاد العباير تاع التفصيل، انا صايبتهم لولدي باش يبقى يديهم للمدرسه مره هكا الا ما ساليتش نوجد له الغدا وداك الشيء. وجدت الكبيره كليناها حنا والشي الاخر وجناهم ليه هما. وهانتوما كيف ما شفتوا كنديروا ليهم كنزينوا بشويه ديال الفرماج. هاد الحلوين هاد الماء الحلوين، هاد المالحين هادو ديال الكفته، كنديروا لهم شويه ديال الفرماج من الفوق والفرماج لداخل، وكنزوقهم شويه الفرماج من الفوق وتنديروا معاهم واحد الطريف ديال الحامض من الفوق باش كيعطي الديكور. هذاك الفيديو اللي صورت فيهم الحامض من الفوق ساعه ضاع ليا البنات، والله الا بقى في الحال وتعصبت بزاف لان جا الديكور ديالها غزال. ملي كتزوقيها بشويه هذا الفرماج وكديري ليها شويه ديال الحامض، ما نعاودش لكم كيفاش كتجي غزاله وكتسطي. وراه ساهله البنات، راه ما تقولوش راه بساطه الحقه كتجي صعيبه، كتجي راه اسهل ما يكون. بسطيله راه ماشي شي حاجه. الورقه راه كتشريوها، خاصكم تركزوا غير على داك البيض يطيب يجي ناشف، والدجاج طيبوه وتنسوه، ولا صوص ديال تهزوا الدجاج وتفركسوه وتحيدوا منه العظام، ما تنساوش فيه شي عظم صافي. وملي طيبوا داك البيض راه هو حاطه انا بجنبي ملي طاب شديتو درتو في واحد الشبيكه وخليتو كيتسقطر. طيح واحد شويه البلول غير شويه ماشي بزاف، هذاك الماء اللي حيدتو مشيت اولا تنقصوا الماء قبل ما ديروا البيض، نقصوا الماء من الطنجره. وهذاك البلول ما تضيعوش، هذا كترشوا به داك الدجاج اللي كنديروا حنا في البسطيله وكتجي رائعه غزاله. عرفتي ما نعاودش لكم شي فيديوهات درتهم قسما بالله الا كنت كنبرك عليها كدير خرش زعما غزاله. ولكن مره اخرى ان شاء الله بحول الله غادي نكون حريصه في التصوير باش اوضح معكم كل شيء ان شاء الله. ما غنديرش كميه كبيره باش ما نتبرزطش وندوخ. انا هاد المره درت كميه كبيره ودرت هاد السيجارات هادو ما نكذبش عليكم. وبالنسبه للفران طيبتها غير في الفران هذاك عندي ديال الدار، كنصاوب وكنطيب. وها هو الدجاج ديالنا، حطيت لكم بعض التصاور هادو غير باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم اخوتي، كيجوا رائعين. ولا عجبكم بارطاجيو الفيديو.